السلام عليكم، معاكم طارق البدري. لسه مكملين في منظومه الكهرباء في العربيه. لحد دلوقتي بيجي لي اسئله على القناه القديمه، احنا عايزين نعرف مكونات الموتور، وكل مره بنقول عاملين قناه للصيانه بس الناس ما بتخشش. المهم احنا مكملين في الكهرباء. اللي خلصنا الدينامو وخلصنا المارش وخلصنا الضفيره وخلصنا البطاريه، فاضل لنا علبه الفيوز. دي مهمه جدا جدا جدا، ودي هنوضحها، وان شاء الله بعد كده هنبتدي نشرح في السنسور. علبه الفيوز دايما بيبقى فيها مكونات. المكونات دي بتبقى عباره عن فيوز باحجام مختلفه والكتاوت. الناس بتقعد تسمع كلمه كتاوت، ففي ناس مش فاهمه يعني ايه كتاوت. ده الكتاوت اللي بيبقى موجود في علبه الفيوز. ده كتاوت 5 رجل. اغلب اللي بيبقى موجود بيبقى 4 رجل. ال5 رجل ده بيبقى ليه وظيفتين، وهو فاصل بيوصل لوظيفه معينه في العربيه، وهو شغال يفصل عنها ويوصل لحاجه تانية. كتاوت ال4 رجل ده حجم تاني، ده وظيفته ان هو يلقط لحاجه تشتغل. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي قطعه في العربيه بتسحب كهرباء فولت عالي، مثلا بتسحب امبير عالي. سوري، الامبير هو الجهد، الفولت ثابت. يعني على سبيل المثال التكييف، كلاتش التكييف ممكن يسحب معاك فوق، يوصل معاك ل 20 امبير. طيب انا لو واخد كهرباء دايركت من مفتاح التكييف على طول على الكلاتش بتاع الكباس، هحتاج مفتاح حجمه قد كده عشان يستحمل الامبير. طب انت بتبص في لوحه العدادات اللي عندك في الطابلون، بتلاقي المفتاح صغير قوي. طب ده بيستحمل امبير عالي ازاي؟ عشان يستحمل امبير عالي بيجيبوا له كتاوت. ده كتاوت بيشتغل 20 امبير، ده كتاوت اصلي كنت شاريه زمان من التوفيقيه، كان ب 10 جنيه تقريبا، مش عارف 7 جنيه. دلوقتي بيطلب فيه 50 جنيه و75 جنيه. الفكره كلها ان انت عندك 4 رجل، هتلاقي رجلين صغيرين في اتجاه، وهتلاقي رجلين كبار ترميله كبيره في اتجاه. الترميلتين الصغيرين دول مثلا بيبقوا مربوطين بالمفتاح الخاص بالقطعه اللي انت عايز تشغلها. وليكن احنا هنشغل التكييف، بيبقى دايما المفتاح بتاع التكييف على فرده مثلا كهرباء بتوصل هنا، وده ارضي مباشر بجسم العربيه او بالبطاريه. فانت عندك فرده مباشر واصله هنا، وعندك فرده تانية مستنيه تاخد الامر منين؟ بالمفتاح. طب ايه الفردتين دول؟ الفرده دي بتبقى وصل لها 12 فولت جاي دايركت من لوحه الفيوزات العموميه، وده بيبقى فاضي مطفي. ده من هنا كده يبقى رايح على فرده الكهرباء بتاعت الكلاتش. طب ايه اللي بيحصل؟ انا هنا لما باجي اشغل التكييف بلقط فرده الكهرباء، وانا عندي الارضي اوريدي واصله، بيبقى فيه فرده منهم واصله دايركت على طول. يعني المفتاح راكب على الارض يبقى الكهرباء واصل، لو المفتاح راكب على الكهرباء يبقى الارض واصل على طول. فانا لما ادي هنا 12 فولت، في جوه هنا ملف كهرباء. الملف ده دوره بيحول التيار الكهربي لتيار مغناطيسي، تبقى دايره مغناطيسيه. فالابلاتين يروح لقط، الابلاتين لما يلقط يروح موصل للفرده الكبيره دي بالفرده الكبيره دي. يعني بقى ده عباره عن مفتاح كهرباء في النص، بدل الحمل او الامبير يشيلوا المفتاح الصغير اللي جوه الطابلون، بقى هو ده اللي متحمل الحمل والامبير كله. يبقى التكييف كله شغال هنا، بيلقط هنا الكهرباء هنا اهي، مررها لك بقت هنا، راحت للكلاتش، التكييف اشتغل. وصلت الفكره ان بقطعه زي دي قدرت اشغل معده كبيره او قطعه كبيره في العربيه بمفتاح صغير. فده اللي خلى الداشبورد بتاع العربيه والطابلون المفاتيح صغيره والقطع فيه صغيره. تمام. طيب انا عندي حاجه اكبر، مثلا موتور مروحه التبريد بتاعت الراديتير، بتحتاج مثلا كتاوت 45 امبير. بيبقى نفس الفكره، شيل الترميله اللي في النص دي خالص، دي الغيها، بقى 4 رجل، عباره عن رجلين اللي هي الرجلين اللي في الحرف دول اللي في النص دي الغيها خالص. الحرفين اللي في النص دول برضو بياخدوا ال 12 فولت، لو المروحه اشتغلت الارض بيبقى واصل على طول، تاخد الكهرباء. مجرد ما تاخد الكهرباء وتشتغل، تلقط الفرده اللي بالعرض دي مكان الفرده دي. هنزل مخطط يوضح الموضوع ده على الشاشه. طيب انا دلوقتي عندي الكمبيوتر بتاع العربيه صغير، عامل زي الهارد بتاع الكمبيوتر كده. لو انا هحمل عليه موتور مروحه، ما هو هيتحرق. فدايما بتيجي الاشارات بتيجي
من الكمبيوتر بتيجي عباره عن فولت 12 فولت او 5 فولت على حسب الحاجه اللي هتشتغل، بس دايما لوحه الفيوز تبقى كلها 12 فولت. بيجي الامر 12 فولت من الكنترول على هنا، يبقى كل الحمل اللي متحمله الكنترول بتاع العربيه هو الملف المغناطيسي الضعيف الصغير اللي جوه هنا. كده وصلت؟ فانا بالكتاوت ده اقدر اشغل حاجه تستهلك امبير عالي او جهد عالي على قطع بتشتغل بجهد قليل. ده الوسيط اللي في النص بينهم. ده الكتاوت ده عباره عن مفتاح. تمام؟ نفس الفكره في المرايات، المساحات، دراعات المساحات. موتور المساحه ما هو كبير، الدراع لو الموتور على الدراع يبوظ. طيب الناس اللي ما بتيجي تقول انا عندي النور ضعيف وعايز اركب كتاوت تقويه، ممكن تجيب للنور العالي فرد كتاوت زي دي، والنور الواطي فرد كتاوت زي دي، وده افضل لان لكل العالي كتاوت والواطي كتاوت. وفي ناس بتجيب الكتاوت ده المتعارف عليه زمان اللي كنا بنركبه في عربيات الفيات، ده شغال الجنبين وبيتلقط منه فرده العالي، مجرد ما اتلقط عالي يروح هو ملقط ده، اتلقط الواطي لقط ده. بيحصل ايه؟ انا بشيل حمل النور من على ضفيره العربيه وبعمل ضفيره من اول وجديد. مجرد لما انا اشغل النور العالي، بدل ما اشغله يروح ينور لللمبه، يروح ينور يدي في الفردتين الصغيرين اللي احنا متفقين عليهم، يدي في الفردتين الصغيرين اللي احنا مدين عليهم دول. يبقى كل الحمل اللي على دراع النور وهو الملف الصغير ده، وانت عامل ضفيره خارجيه بحمل النور على الكتاوت. انا كنت عامل فيديو شرحه على القناه الكبيره، قناه تفهم عربيتك مع طارق البدري، مشروح بالتفصيل على القناه. وان شاء الله برضه هنعمل فيديو هنا، بس عشان اعمله لازم افك الاكسدام واطلع الفوانيس واشرح الضفيره وهي معموله، وان شاء الله قدام هنعملها باذن الله. طيب ايه الحاجات التانية اللي بتبقى موجوده في علبه الفيوز؟ الفيوز نفسها اللي مستسميه عليه العلبه. كل منظومه في العربيه ليها فيوز. يعني انا عديت السلك على الكتاوت، فبقى الجزء ده خارج الحمايه، لا الفيوز بيتحط على الجزء الكبير. يعني مثلا التكييف بيسحب 10 امبير، بيسحب مثلا 7 امبير، احط له فيوز 10 امبير. ده المتعارف عليه في الكتالوج العربيه. ليه 10 امبير؟ طب ما بيسحب 7 يا عم الحاج. لانك انت لما تيجي تعمل ستارت اب، في الستارت اب اي معده في الستارت اب بتاعها بتسحب فولت عالي او بتاخد امبير عالي. فالامبير العالي ده لو انت حاطط الفيوز 7 امبير على قد بالظبط، الفيوز يضرب كل شويه تشعر. فهو بيبقى مدي سماحيه للفيوز معروفه. دايما الفيوز ليه الوان، والالوان دي مش محطوطه كده الوان وخلاص، الالوان دي ثابته على كل العربيات. اللون الاحمر بيبقى 10 امبير، اللون الاصفر تقريبا 15 امبير، اللون الاخضر تقريبا 20 امبير، مش متذكر الالوان بالظبط، بس الالوان ثابته وكل لون مرتبط بالامبير. ما ينفعش عربيه، ما ينفعش مكان بيشيل فيوز 10 امبير اروح احط له فيوز 15 امبير. لازم احط نفس القدره وما احطش اقل. ما ينفعش اشعر الفيوز، انت ممكن تولع في العربيه. الفيوز دوره لو في عندك قفله او في عندك مشكله هو اللي يضرب. لما يضرب يفصل الدايره ما تشتغلش. معنى ان هي فصلت الدايره يبقى انت عندك قفله او عندك الحاجه دي سحبت امبير عالي، ابص عليها. لو التكييف ابص على البلي بتاع الكلاتش، ممكن يكون البلي خشن محمل يسحب امبير عالي. ممكن تكون اللمبات، انت رحت اشتريت لمبه في العربيه 55 60 وانت ملتزم بالوات بتاعها، بس لمبه مضروبه تسحب وات اعلى. ففي عربيات الكنترول بتاعها يطفي اللمبه، الكنترول هو نفسه لما يلاقي الامبير عالي يحطها في اللمبه. وفي عربيات الفيوز يضرب عشان الفيشه ما تسحش اللي في الظهر اللمبه. فالفيوز ده مهم جدا، ما ينفعش احط قدره اعلى او قدره اقل، وما ينفعش اشعره. الهدف منه ان لما يحصل شورت او يحصل سحب تيار عالي اعلى من المسموح به، بتبقى في تيله صغيره من جوه، تروح التيله دي ضربه يفصل عنها. لازم تبقى عارف كل فيوز في عربيتك ده بتاع ايه ورايح فين وجاي منين. ده شيء مهم، وخصوصا السيدات لازم تبقى معاك في العربيه فيوز، وتبقى عارف الاحجام. الفيوز مثلا فيوز 10 امبير بيبقى ليه حجم كبير وحجم صغير. لازم كل الاحجام تكون عندك. يعني تبقى فاتح علبه الفيوز بتاعتك، شايف انت عندك كام حجم من الفيوز، تجيبهم وتحطهم في شنطه العربيه. ده شيء اساسي ما ينفعش تتنازل عنه. انا اعرف واحد شال عربيه على ونش
وتغرم الافات عشان فيوز كان ضارب وهو ما يعرفش. يعني فكره ان يبقى عندك فيوز ضارب وانت مش فاهم ان مشكله تافهه جدا في العربيه، تشيلها على ونش وتروح تصرف رقم ضخم عشان في الاخر لمجرد ان انت لو معاك قطعه في العربيه تحطها كان مشاك وقضى لك وقضيت الغرض بتاعك، ما تكلفش الفلوس دي كلها. فعلبه الفيوز يا اخوانا مهمه، ودايما كل فتره تشيك بالنظر على الفيوز وعلى قواعد الفيوز، ترفع الكتاوت من مكانه من القاعده، تقلبه وتبص فيه من هنا هل هو محمص ولا لا، لان في كتاوتات بتبتدي تحمص ان بتشتغل كتير. لو في خلل في مثلا المروحه بدات تخشن فبتسحب امبير عالي، تبتدي تسخن الكتاوت، يروح مسيح لك قاعده الفيوز ويسيح لك الفيشه، وممكن يولع لك في العربيه لا قدر الله. مقاومه المروحه لو بايظه، ودي عملنا لها فيديو على القناه، لو بايظه مش هتشغل لك السرعه الاولى، دايما السرعه الثانيه هي اللي هتشتغل، فيبقى في حمل جامد على السرعه الثانيه. دايما تلاقي الكتاوت من هنا ابتدى يتحمص، وابتدي قاعده الفيوزات تسخن، ويبتدي السلك يسيح معاك. تروح للصنايعي يقول لك يا باشا ده 45 امبير ما يستحملش، انا هحط لك ال 75 امبير. ودي مصيبه ثانيه، لما يحط لك 75 امبير، طب ما هو السلك بتاع العربيه مصمم على 45 امبير، تيجي يحصل مشكله في العربيه ده ما يحصلوش حاجه، ويبتدي السلك هو اللي يحمص ويسيح، والنار تمسك في السلك وتلاقي العربيه ولعت. وده حصلت مع ناس. فدايما بالنظر كل فتره ترفع الكتاوت، تبص تحت منه، وانت بترفعه تبقى حافظ الاتجاه اللي انت رافعه فيه عشان ما تتلخفنش. ترفعه تبص تقلبه كده وتبص فيه، وبعد ما تبص فيه تتاكد انه تمام، تبص في القاعده تمام، ترجع تركبه تاني. لازم تعمل تشيك على عربيتك كل فتره. مفيش حاجه اسمها كان زمان يقول لك ايه انا ما ارفعش كبوت عربيتي، لا غلطان، ما ينفعش. لازم تفتح الكبوت وتشوف كل فتره وتراجع. افرض عندك في الخراطيم الميه خرطوم بدا يليك ميه وانت ما خدتش بالك منه، استنى لما يضرب وعربيه ما تجيب منك جانوش سلاندر وتروح للوسطابيليا يقول لك يا باشا احنا محتاجين شورت بلوك ويعوج لك شفته. لا، لازم تفتح الكبوت وتفرض عندك خرطوم بيليك وانت ماشي، الميه نزلت منك، عربيه جابت شورت بلوك، جابت منك جانوش سلاندر، اضطر تجيب شورت بلوك. لان اغلب الصناعات دلوقتي ما بيصلحوش، كله بيخاف يصلح، لا ما يعرفش يصلح الموتور، فيقول لك لا شورت بلوك احسن عشان يشيل نفسه من المسؤوليه. فدايما لازم تشيك على علبه الفيوز، يكون معاك فيوز في العربيه، فاهم كل فيوز بتاع ايه. عربيات كتير بيبقى في خريطه لما تشيل الغطا بيبقى في خريطه راسم لك فيوز رقم كذا بتاع المروحه كذا، فيوز رقم كذا بتاع مروحه كذا بتاع القطعه كذا، فانت بتبقى فاهم ده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه. فدي الفكره من علبه الفيوز. لازم يبقى معاك قطع احتياطي في عربيتك، لازم تبقى فاهم كل حاجه في عربيتك، ولازم تحط الفيوز بالقدره الصحيحه في مكانها. كده احنا يعتبر خلصنا منظومه الكهرباء، شرح مبسط. ليك استفسار سيبولي في التعليق ان شاء الله ارد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.